طب معلش يا شيخنا، ممكن هقول لحضرتك منام تاني، والمنام دوت اتكرر معايا كتير قوي. والله احنا هدى بناخد منام واحد بس. تحيا انا مصر، اسفه هنعمل ايه؟ معلش. اتفضلي. معلش. بص يا شيخنا، انا حلمت ان انا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. رأيت وجهه في السماء، وكان وجهه منير وشكله جميل جدا. بعد كده سمعت القرآن بصوت ربنا عز وجل. كان بيقول: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص في الأموال والأنفس. أنا أسفة لو اتلخبطت في الآية. تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قالها بعديه. وبعد كده النبي بصلي وتبسم، وجيت أنا قلتها. بعد كده لقيت اسم ربنا، لفظ الجلالة، في السماء منير جدا. وانا عماله ابص لزوجي واقول له: بص بص كلمه ربنا منوره ازاي في السماء وجميله، وهو مش شايفها. بس انا كنت شايفاها كل مدى ما كانت بتتنور اكتر وشكلها احلى. الله يسعدك يا رب، يصلي لك امورك. امتى كان المنام ده؟ المنام ده والله يا شيخنا، انا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كذا مرة، مش مرة واحدة. بس المنام ده يعني بقاله فترة. يعني من امتى بالظبط تمام. بصراحة ما اكدبش على حضرتك، مش متذكرة. تمام. طيب هو المنام ده كنت بتمري بأزمة شديدة جدا وقت ما انت رأيتي المنام ده، امم. ودي كانت بشرى ليكي بالفرج والتيسير بإذن الله تعالى والطمأنة من قبل الله سبحانه وتعالى. انت قلتي لي ان انا شفت اي هيئة لله سبحانه وتعالى، كنت قلت لك منامك ده مش حقيقي او منامك ده من انا الشيطان، انما انا ما انت شفتش سماع الصوت، ده. سماع الصوت من قبل الله سبحانه وتعالى يجوز، وهذا ما قالوه العلماء أن يجوز أن نستمع صوت من قبل الله سبحانه وتعالى، ودي بتكون من الرؤى اللي واضحة وصريحة ومؤكدة، ما فيها تحايل ولا فيها تغيير، فهي على ظاهرها تفسر. فهنا طبعا أنت أعتقد أنك لسانك رطب بالصلاة على الحبيب المصطفى دائما، ولك أوراد بذلك. الحمد فهنا لله. تفتح ليكي أبواب السماء، وتفتح ليكي الخير، وتفتح ليكي التيسير. وهنا دي طمأنة لقلبك لأنك كنت بتمري بضائقة، فدي ابتلاء من ربنا وبيقول لك اصبري فالخير قادم. تسلم. اصبري فالخير قادم. فبعد هذه الرؤيا أكيد الوضع اتغير معاكي تماما تماما. الله هو يصلح حالك يا رب، ييسر لك أمورك. شكرا يا شيخنا، شكرا، ألف شكر لحضرتك. الله